بص كابتن احمد الزمالك الشوط الثاني افضل قام تغييرات كرات الجهاز الفني للمباراه والاستحواذ على الكوره، ورغم الاستحواذ على الكوره الزمالك الشوط الثاني افضل الا ان انهاء الهجمه ال1 2 والان 3 ما كانش بتتم بصوره جيده. هل التكتل الدفاعي الليبي، هل ضغوط العصبيه؟ دي نقطه، النقطه الثانيه ترتيب اللعيبه في انه يشوف ضربات الجزاء. ترتيب اللعيبه يعني هل يعني شفنا حازم شكل ضيع عبد الشافي جه، فهل يعني في ترتيب للعيبه في شوط ضربات الجزاء؟ نقطه انهاء الهجمه يعني طبعا انا شايف ان احنا محتاجين ان احنا نحسن في التعامل مع الكثافه العرضيه. ما تنساش ان احنا عندنا في بعض العناصر جوه الملعب ما لعبوش مع بعض كتير، يعني احنا بنجيب واحمد علي ما لعبوش مع بعض كتير. يوسف نفس الكلام، شيكا نفس الكلام. فده اثر يمكن شويه على انسجام الفريق. لكن ده مش عنصر. انا في رايي لعيبه نادي الزمالك بدون اي تعليمات وبدون اي شغل مدرب، لعيبه نادي الزمالك المفروض ان هو يتعامل مع الكوره بشكل افضل في الثلث الاخراني من الملعب، سواء تحركات، سواء تسديد، سواء كور عرضيه. انا بقول ان سببها الرئيسي ليس سبب الامكانيات ولكن شكل عصبي بعض الشيء.